البوليس هيدا كنلقى جوج الباريزات والمصوره في يدهم. قلت لهم ناري بنتي وقيلا قتلها لي. قالوا لي لا ما قتلاش. دابا تا هو من المخزن ركبني معاه في الطوموبيل. ركبت معاه في الطوموبيله قال لي كي دايره فاطمه لاباس مزيانه؟ قلت له اللهم لك الحمد. معاه قلت له السي محمد كي دايره بنتي ياك ما ترد لي بنتي ولا قتلها لي؟ قال لي لا ما فيها والو، عيد ضربها شي شويه ما غادي نطيق. قلت له عيد ضربها. جايين سبيطار. غادي للسبيطار. قلت له عيد ضربها ربي يحفظك لوليداتك ويسترك لوليداتك. قول لي شنو عمل لي بنتي؟ قال لي يا ودي فاطمه كان شي حاجه قلتها لك، بنتك راه ما فيها حتى حاجه عاد ضربها. نعم يعني طول الطريق ما قالكش شنو وقع هذا؟ وحنا انا غادي بيك وتشوفي بنتك. نعم. دخلني للصاله فين كيمشيو عند النساء. قلت معاه زيد ملي قرب لعند ديك الحارس وقيلا قال له شد الباب اللي فيها بنيتي ميته باقي ما غطاوش قلت لديك الحارس خليني ندخل نشوف بنتي واش ماتت. كيقول لي لا 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 وشبرني من يدي. هذاك الحارس في السبيطار. واحد السيده وقفت باقي انا واقفه قالت لي نحبي بنت نيمه ديال ديك العيله. قلت لها وقالت لي لا عاد ما شاف بنيتك والله يرزقك الصبر في كبيتك. السلام عليكم، كيف نتوما حبابي؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير. قضيه ديال اليوم غادي تسافر بينا لمدينه العرايش وبالضبط في منطقه سميتها ولاد سويح. كنتمنى نكون نطقتها صحيحه. غادي نهضروا على السيده سميتها فاطمه، تزادت سنه 1979 في مدينه العرايش. هاد المراه عاشت ظروف شويه قاصحه ولا نقدر نقولوا ما كانش عندها السهر. تعرفت على واحد السيد في سنة 1980 وهذا الشخص هذا غادي يغير حياتها للأسوأ. مع الأسف تعمت على عينيها بسبب الحب وتزوجت به، وخا ما كان فيه حتى حاجة مزيانة اللي تخليها تقبل به كزوج. هيداك تحدث كل شيء وقبلت بهذا الزواج هذا. مهم باش نقربكم من شخصيته، هذا السيد كان خارج الطريق. حياته كانت كتدور ما بين البلية والسرقة والمشاكل مع الناس، ما كان كيخلي حد في التيقار. وفاطمه كانت عارفه هذا الشيء وقايله مع بالها ملي غادي نتزوجوا غادي يعمل عقله، واذا ولدت ليه وليدات غادي يحس بالمسؤوليه ويترجل. وفعلا في سنه 1992 غادي تزاد عندها اول مولود منه، وكانت بنت وسماتها نسرين. وهنا في عوض ينعس الشيطان لا عاد ما زاد جهل، ديما مدبسات غير على التخربيق، وغادي يولي داخل خارج للحبس. فاطمه لقات راسها كدي ليه القفه، وكذلك لقات راسها هي اللي مسؤوله على القفه ديال دارها. يعني السيد ما خدام ما ردا مقابل غير الشراب والبليه، وهي اللي خصها تقابلو اذا تشد في الحبس، وخاصها تفكر في البنت. المهم كثروا عليها الضغوطات، فغادي تقرر ترفع عليه دعوه ديال الطلاق. وداكشي اللي غادي يكون غير غادي يخرج من الحبس غادي تقولها ليه، وغادي يتفاهموا على الطلاق، وكل واحد فيهم غادي يشد طريقه. وفاطمه غادي تكري بيت ليها ولبنتها، وغادي تطيح وتنوض عليها. واما الاب ديال نسرين غادي يكمل في ديك الطريق حتى غادي يجيبها في راسو، وغادي ياخذ هاد المره عقوبه طويله في السجن. فهو في الاول كان داخل خارج، يعني 6 شهور، مره شهرين، مره عام، دابا 20 سنه. هنا نسرين تحرمت من الاب ديالها بالمره، وبقات عايشه مع الام ديالها واللي هي اصلا هي اللي شدتها من الاول. مهم فاطمه غادي تصعب عليها المسؤوليه بوحدها، فغادي تتعرف على واحد الشخص واللي غير غادي يسمع بظروفها غادي يقبل يتزوج بها هي وبنتها. حسبها كأنها بنته وداهم يعيشوا معاه وجلسها في الدار وهو اللي خدم عليهم. ومن بعد عام ديال الزواج غادي تزاد عندها وليد منه. وهذا السيد كان مزيان مع نسرين بزاف، حيت الصراحه كاينه بعض الرجال اذا تزاد عندهم وليد ما كيبقاوش يتعاملوا مع اولاد مراتهم الرجل الاول، لكن هذا لا بقى مكمل في المعامله ديالو الطيبه لنسرين. وحتى نسرين كانت بنت ظريفه بزاف وكتساعد اي واحد يبغيها بالزربه، حيت فعلا مشاهده الناس كانت حنينه وداخله سوق راسها وكتحترم الكبير والصغير. ومع الاسف بكثره المحنه ديالها في الام ديالها غادي تخرج من القرايه باش ما تزيد تثقل عليهم وباش تعاونهم في المصروف ديال الدار، واخا هي مطلب منها حد منها لراسها وقفت القرايه. وداكشي اللي كان خدمت في ايتها حاجه، وكانت كتجيب الفلوس لماماها وتعطيهم ليها في يديها. وهذا النوع هذا كيكون قليل في المجتمع. مهم نسرين وهي في عمرها 18 عام غادي تتعرف على واحد البنت، كانت ظروفهم قاصحه بزاف. كانت عندها بنت جابتها بطريقه غير شرعيه وكانت هربانه من دارهم،
وكانت كتقول ليها اذا مشى فين شافوني خوتي بهاد البنت غادي يصفيوها لي. نسرين بقات فيها بزاف هاد البنت فبغات تعاونها، فقررت تديها معها وتربيها معها كأنها بنتها. وهاد البنت كان في عمرها 4 سنين في هاد الوقيته، فوافقت ديك البنت تعطي ليها بنتها وهي غادي تسافر وتمشي بحالها بالمره. وفعلا نسرين دات ديك البنت الصغيره معها للدار وقالتها لماماها، وقالت ليها انا غادي نخليها معايا. ماماها ما لقات ما تقول ليها من غير اللي بغيتي يا بنتي. واما الزوج ديال الام ديالها حتى هو ما كان عنده حتى دخل فيها، قال ليها اللي بغيتي تعملو عملو. وداك الشيء اللي كان خلات عندها البنت وبدات كتربيها كانها بنتها، فكانت كتخليها مع ماماها وكتخرج تخدم عليها، وبقات غاده هكذا بلا صداع بلا مشاكل. وفي سنه 2012 نسرين غادي يكون في عمرها 20 سنه في هاد الوقيته، غادي تتعرف على واحد الشاب سميتو يوسف، كان ساكن قريب من حومتهم. غادي تطور علاقتهم وغادي يرجعوا ديما خارجين مع بعضهم، وفي الاخير غادي يطيحوا في الغلط وغادي تحمل نسرين. نسرين غادي تقولها ليوسف بانها حصلات وحامله ودابا خاصهم الحل. يوسف غادي يقول لها انا غادي نقولها لماما وانتي غادي تجي تعيشي معنا، وملي تولدي نتزوجوا. صافي داكشي اللي كان مشى وقالها لفاطمه، قال لها انه هو ونسرين داروا غلطه ودابا هي حامله منه، وهو ناوي يديها لعندو للدار وغادي يكتب عليها العقد. الام فاطمه ملي سمعت هادشي تصدمات، لكنها ما لقات ما تقول، قالت ليه الله يكمل عليكم بالخير. وفعلا نسرين جمعت حويجاتها ومشات لعندو للدار والديه، وخلات بنتها مع ماماها تقابلها. فمشات ودوزت فتره الحمل ديالها عندهم كلها، وكانت مره تمشي لعند الام ديالها تطلل عليهم وعلى البنت. وملي سالت 9 شهور ديالها بالكمال والتمام، هما اللي غادي يتكلفوا ليها بكل شيء، غادي يدوها للطبيب وغادي تولد وليد. ومن بعد منها غادي تمشي تسكن مع الام ديالها، بكثره المشاكل معهم ما غاديش تقد عليهم، وغادي ترجع بحالها لعند ماماها وهي زايده في يديها وليد. يعني رجعت هي والبنت والوليد. فغير جمعت شويه من صحتها مشات تخدم عليهم، والام ديالها وقفت معها وقفه كبيره، كانت كتقابل ليها الدراري في غيبتها. في سنه 2013 وبالضبط شهر 12 نسرين غادي تخرج باش تقضي شي غراض غير بالزربه وترجع، لكنها غادي تعطل بزاف، والام ديالها تشطنات عليها وبقات مخلوعه عليها حيت ما موالفاش ليها تعطل، وبالخصوص هي عندها دري صغير كترضعو. فحاولت ما مره ما جوج تتصل بها، لكن تليفونها غادي يكون مطفي. غادي تخلع عليها لكن صبرات وبقات جالسه في الدار كتستناها كتقول دابا ترجع. فدازت ديك الليله صعيبه، وفي الصباح وبالضبط مع 10 ديال الصباح غادي يجيو لعندها البوليس للدار. هي غير فتحت الباب وشافت البوليس شكت بان شي حاجه خطيره وقع لبنتها، فبقات واقفه مسمره حدا الباب. هنا واحد الضابط غادي يطلب منها تعيط لبنتها نسرين، فغادي تقول ليه ان بنتها نسرين ملي خرجت البارح في الصباح ما عاودت رجعت للدار، وهي براسها كانت خارجه تقلب عليها. فغادي يقول لها عطينا لاكارت ناسيونال ديالها. فقالت ليه فاطمه ان لاكارت ديال نسرين هيزاها معاها وهي عندها غير فوتوكوبي. فدخلت تقلب عليها وبقوه الفتنه والخلعه ما غاديش تلقاها، فخرجت لعندهم وقالت لهم ما لقيتهاش، فقالوا ليها زيدي معنا دابا. فطبعا دخلت ولبست عليها حويجاتها وجدات حتى وليداتها، لكن ملي خرجت لعندهم الباب وبالولاد قالوا ليها لا 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 ما يمكنش تديهم معاك. فطلبت من واحد الجاره تقابلهم ليها بعد ما ترجع، وفعلا داك الشيء اللي كان مشات معاهم ودوها للمستشفى. وغير دخلات وشافت البنت عرفتها انها بنتها. فاطمه طاحت من وقفتها لان بنتها كانت مدقدقه وزيد عليها ميته. غادي تنهار غادي تبكي، لكن قدر الله ما شاء فعل. غادي يقولوا لها ان شي 3 ديال الاشخاص جابوها في الليل وقالوا انها كانت باغا تنتحر وشربت السم. فاطمه غادي تستغرب بزاف لان بنتها بالرغم من المشاكل اللي عندها ما كانتش كتفكر في الانتحار، بالعكس كانت باغا تعيش حياتها مع وليداتها بالهنا. فاستمعت لداك الشيء اللي قالوا ليها الضابط كامل، واللي قال ليها هو كالاتي. قال لها الطبيب ملي شافها لغى قضيه الانتحار بانها شربت السم، قال بانها تعرضت للتعذيب حيت لقى الجسم ديالها كله فيه كدمات، وزيد على هذا الشيء ملي جابوها كانت ميته وشبعانه موت. فاطمه غادي تقول للضابط ان بنتها نسرين كانت كتبغي الحياه وما كانتش كتفكر تنتحر، وانما كانت كتفكر كيفاش تعيش مع وليداتها بالهدوء، حيت يوسف كان ديما كيتعرض ليها وكان باغي يرجع ليها بزز وهي كانت رافضاه. المحقق غادي ياخذ من عندها المعلومات كلهم وغادي يمشيو للدار ديال يوسف. هنا غادي تفتح ليه الام ديالو الباب وغادي تقول لهم ان ولدها يوسف ما كاينش في الدار.
فغادي يطلبوا منها تمشي معاهم هي والابنه ديالها، حيت بجوجهم بانوا في كاميرات المراقبه ديال المشفى. كانوا شابرين نسرين مع يوسف، ففعلا غادي تمشي معاهم هي وبنتها، وغادي يحقوا معاهم وغادي يقولوا ان يوسف جابها مع الجوايه ديال 5 د العشيه، وقال لهم انها سخفانه ليه في يده وباغي يديها للطبيب. فبقات عندهم في الدار، وملي شافوها مغيبه وكاع ما فاقت غادي يدوها مع 11 ديال الليل للمستشفى باش يشوفوا شنو عندها. فقال لهم الطبيب ان البنت ميته بمده طويله، وملي جابوها للمشفى كانت شبعانه موت. زعما تصدموا، لكن عملوا ما في راسهم ما يتعاود، فخلاو السبيل ديالهم ومشاو ديريكت للحومه اللي ساكن فيها يوسف، يسولوا الجيران واش شافوا شي حاجه ولا لا. وفعلا واحد البنت غادي تقول انها في النهار شافت يوسف واقف مع نسرين وهو كيرغبها تمشي معاه، ونسرين كانت رافضه، لكن بعد منها مشات معاه. فنعتت ليه ديك البنت على البلاصه اللي داها ليها، واحد الارض كبيره خاويه حدا حومتهم، وفيها واحد البراكه كيكونوا فيها غير المنحرفين واللي ما عندهم ما يدار، كيتجمعوا كيقصروا مع بعضهم. ففعلا مشاو ولقاو القبض على واحد الشخص سميتو خالد، هو مول البراكه. وهاد خالد نكر وقال ما عارف حتى حاجه. وفعلا يوسف جاب معاه نسرين وقال لي نخرج من هنا، انا باغي نبقى معها بوحدي. فخلاو السبيل ديالو حتى هو، لان ما كاين حتى دليل ضده من غير ان البراكه ديالو، فخلاوه يخرج لكن مراقب. ومن بعد هاد البنت قال لهم واحد الراجل انه شاف يوسف هايز البنت في يده وكانت باينه سخفانه ودخلها لدارهم. يعني لحد الان هما متاكدين من ان يوسف هو مول الفعله. دابا خاصهم يلقاوه باش يسمعوا ليه ويعرفوا علاش طفاها ليها. وحتى ملي شافوا كاميرات المراقبه بان ليهم يوسف وماماه واختو هايز البنت. مهم بقات التحقيقات خدامه وكيقلبوا عليه في العرايش، لكن ما غاديش يلقاوه. تقول تفتحت الارض وبلعته. فغادي يخرج تقرير الطب الشرعي اللي غادي يقول ان السبب اللي ادى الوفاه ديالها هو التعذيب. السيد دوز عليها ساعات طويله ديال التعذيب حتى فرقت الحياه، الله يرحمها ويوسع عليها. فاطمه وعائلتها والناس اللي كيبغيو نسرين غادي يخرجوا في مظاهرات كيندوا فيها بحق نسرين، لان يوسف دوز وقت طويل وهو هربان. مهم من بعد الابحاث طويله غادي يعرفوا ان نسرين عيات ما تحط شكايات على يوسف بانه كيشكل تهديد خطير ليها، ووصلوا عدد الشكايات ل 15 شكايه. السيده عيات ما تبرى منه، لكنه كان عايش حياته بالطول وبالعرض، وفي الاخر دار فيها اللي بغى. فغادي يبقاو غاديين بالابحاث ديالهم حتى غادي توصلهم خبريه ان يوسف كاينه في مدينه الدار البيضاء جالس عند اختو. فمشاو شرطه مدينه الدار البيضاء ولقاو عليه القبض وصردوه لمدينه العرائش باش يتم التحقيق معاه. وفعلا وصل وبداو معاه جلسات استماع، فوراوه كاميرات المراقبه اللي بان فيها هو وامه واختو هايزين نسرين وداخلين بها المستشفى. وقالوا ليه حتى الاقوال ديال الشهود اللي شافوه واقف مع نسرين واللي شافوه هايزها وهي سخفانه. هنا غادي يضغطوا عليه بزاف، فغادي ينهار وغادي يعاود ليهم كل شيء. قال انه كان كيبغيها وما كانتش نيتو يصفيها ليها، هو كان خاصو ترجع ليه وهي ما كانتش باغا، كانت كترفضو حدا الدراري وكل شيء كان عارف، فكانوا كيطلعوا عليه الطوبيه وهو ما كانش عاجبو الحال بتاتا. وديك النهار طلب منها تمشي معاه، وهذه غادي تكون اخر مره يتعرض ليها في الطريق، وفعلا كانت اخر مره. مهم قال لها اخر مره يتعرض ليها حيت باغي يصفي معها العلاقه حيت بيناتهم وليد. فهي وافقت من بعد الرفض، وملي داها لديك البراكه هي ما بغاتش تدخل ليها، فدخلها بزز منها وخرج مول البراكه وبقى كيضربها حتى سخفت ليه في يده. وما وقفش هنا، بقى مكمل عليها وبقى جالس حداها بساعات طويله، وفي الاخير قرر يديها لدارهم، وفعلا داها وخلاها شحال وهي محطوطه في البيت حتى شكوا ان يكون فيها شي حاجه، فقرروا يديوها للطبيب. وقال المحقق ان مو واختو ما كانوش عارفين، هما غير عاونوه يديها للمستشفى. وبرأ حتى مول البراكه خالد وقال انا خرجته بالبراكه وهو ما شافنيش كنضربها، وبهكذا كيكون برأهم كلهم. وهو تمت المتابعه ديالو بتهمه قتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، وحكم عليه القاضي ب30 سنه سجنا نافذا. كيف كتشوفوا القضيه كتألم، بدايه صعيبه بفقدان الاب في الحبس، وهي توفات على يد شخص ظناته حبيب صدق غير جلاد، نهى لها حياتها، لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرحمها ويغفر لها. وكان وجه واحد الرساله للبنات، انتي كتستحقي الافضل، عمرك ترضي بشبه رجل، وديما عطي لراسك قيمه. مهم لحد الان كنكون ساليت قضيتي، كنشكركم بزاف على المشاهده والسلام عليكم.